أسئلة كثيرة وردت عن تعدد الزوجات. يا إخواننا أقول لكم حاجة، طبعا تعدد الزوجات ده أكبر مشكلة، لأنه دائما المرأة التي يتزوج فيها توطن نفسها، اسمحوا لي على الكلمة دي بين قوسين، غلغلة الراجل. تقول لي بعد ده أنا بوريك منجمك، مش عرس فيني. زمان كان بيقول ما دايرة وتفوت له، والله ما أخذ لي حاجة تقول أي حاجة يجيب لي. يا ناس انتوا عارفين، أقول لكم كلام واضح وصريح، ما يقال في تعدد الزوجات يقال في بروتوكولات النسابة، الثروة والسلطة الجبال. ليه أهل الراجل بيشاغلوا معاملة الراجل؟ ليه؟ نفس الشغل الدنيا. أنا داير أعرف المرأة تتضجر في أن يتزوج فيها. الصراع حول شنو؟ حول الدين. صراع في الدين، دينه حيقل. تقول زوجي ده كان عرس فيني، التزامه حيقل، وبيبدأ بعد ده يعايد النسوان كثير. صحيح في الدين كله، في الدنيا حيجيبوا لنا أولاد يشاركونا، حترث معاي، حتاخذوا مني. ده كلام خطأ. بالمناسبة هذا كلام خطأ. أنا يقيني الإمام الشنقيطي في أضواء البيان في تفسير قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي التي يقوم، قال في حاجات وردت في القرآن، قال أي حاجة وردت في القرآن لا يمكن أن تكون معيبة. قال التعدد ورد في الكتاب الكريم، مش في السنة. التعدد ورد في الكتاب. ده معناها أي دول بيسعى لأنه يجيب في التعدد أخطاء يعقب على رب العالمين. والله يحكم لا معقب لحكمه. أي زول داير يجيب إنه التعدد ده فيه أخطاء. في ناس بيحبوا يوقعوا التعدد ده في الوطن. أوريك كيف؟ بترصد أخطاء المعددين. فلان معرس مرته، بعد ما عرس فيها أهمل الكبيرة، رماها وصغارة، بقى ما جايب خبرون. الله قال لي كده غلطان فلان هاي، لكن الله ما غلطان. كتاب الله ما غلطان، كتاب الله ما أخطأ، كتاب الله منزع عن الخطأ. فلان بعد ما عرس بقى مع الصغيرة، فلان ما بيعدل، فلان بيسوي. طيب ما في ناس ما معددين بيسووا مع نسوانهم أكعب من ده، ما بتباروا أخطاء ليه؟ لمرض ما دايرين بجوا، ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله. ما دايرين. النسوان يقول لك الغيرة. السيدة عائشة غارت، السيدة عائشة غارت، مشت عندنا سبوة قالت طلق لي. أي امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فرائحة الجنة عليها حرام. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. تقول لك السيدة عائشة ما غارت. أي السيدة عائشة غارت، انت غيري زي غيرت السيدة عائشة. كسر لك صحن صحنين ما في مشكلة. غيرت السيدة عائشة كسر لك صحن صحنين. لكن غيرة تمشي بيت أبوها وتعمل مشاكل وأبوها يجيف معاه عشان عدلت فيه، ولا تطلقني وتمنع نفسها. ده دين؟ ده دين؟ كثير من النساء الوحدة إذا زوجها تزوج فيها تمنعه نفسها، تقول خلاص ثاني لا بينه وبينك. عائشة عملت كده رضي الله عنها. عائشة غارت هاي، أمكم غارت كده. دي غيرة دي غيرة ولا غارة دي؟ ها؟ دي غيرة ولا غارة دي؟ ده شو ده؟ يقول لك غيرة قال. وبعدين شو بكلمك؟ أي حاجة وردت في القرآن أنت كما فهمتها تقول صح، بس قول أي صح. والله الله لا ما بجيب حاجة، ما بقول حاجة لغير حكمة. يا أخي أحيانا والله الحكم العجيبة يا أخواننا، أحيانا التعدد من حكمه البالغة يجعل الرجل يعتني بالمرأة الأولى. إيه رأيك؟ ويهتم بها ويغير من نهجه معها. ليه؟ لأنه يحس في دواخله كأنه آلمها، فسوف يتعامل معها بعد ذلك برقي وبشفافية وبأدب جم. وأنا أذكر كل معدد. أنا طبعا ما تكلمت عن التعدد في الأول إلا جاء في السؤال، لأنه الناس شايفون ده ما شايف ليه كده زول فيهم كده بيكون معدد، يعني الله أعلم غيرته ما شايف، ولو فهم كده يكون فد نفر.
ما ممكن شافت نفر نحن نحرف المحاضرة. لكن وأنا ممكن أقول لكم حاجة، الناس دي كله ده تعدل لكن ما قادر. بعدين ربنا قال إن خفتم منه الله ما النسوان. الناس دي كله خايفين النسوان مش خايفين الله. ربنا قال إن خفتم ألا تعدلوا تخاف الله مش تخاف النسوان. تخاف الله إنك ما تعدل، لكن مش تخاف من مرتك. دايرين يعددوا وما قادرين. لكن أنا أذكر المعددين خاصة النساء، أقول الزوجة التي تزوجوها فيك مسلمة يعطيها حقوق الإسلام فقط بس، اعتبريها مسلمة يعطيها حقوق الإسلام. واعلمي أن الظلم لا يجوز للكافر، الكافر لا يجوز ظلمه. هذه أختك في الدين وأختك في الملة، لماذا لا تعامليها معاملة الملة وعلى قواعد الملة وتعليمات الشرع؟ يا أخي أنت عارف المرأة ضرتها بسموها ضرة، شوف ضرة يعني شكل حرب، الشكل حرب. المرأة وضرتها لو ما في دين يحصل من الإنقاص والاحتقار والتنقيص والازدراء الشيء الكثير. أعطيكم مثال، لما تكلم الناس في عائشة رضي الله عنها، تكلمت حمنة بنت جحش وهي أخت زينب بنت جحش، وزينب بنت جحش أكثر امرأة في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسامي عائشة. تسامي أول حاجة صغيرة في سنها زي عائشة وفي الجمال مثلها وقريبة منها ومؤصلة بالتعمة طوالي، بالتعمة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ما في حاجة بتحس إنه لو في واحدة بتنافسك الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة ممكن تكون زينب. فبيناتهم الحساسية دي. حمنة انتصارا لأختها تكلمت مع المتكلمين في عرض عائشة، والكلام ما عنده أساس، وهم ظن ساكت. صفوان بن المعطل ساق عائشة بالليل جابها، الناس المدينة قالوا لم يفعل هذا إلا يكون أصاب منها، ده استنتاج فعلا في موقف جاء ساق رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها ساق فعلا، لكن بأدب. وقف الناقة بعيد، الناس ما شافت الكلام ده كله، وزحف ودنق راسه وركبها وماشي قدامه، لا عين له ولا التفت. ولما لقاها بنات في الخلاء قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان بين خيارين، إما أن يترك أم المؤمنين في خلاء كفار ومشركين ومجرمين وسباع، وإما أن يأخذها وينقلها إلى المدينة، وكان محسنا رضي الله عنه. صفوان بن المعطل السلمي. حمنة بنت على الموقف ده زي المنافقين، تكلمت فيما من المنافقين رضي الله عنها، لكن تكلمت مع المتكلمين، وتكلم حسان رضي الله عنه، وتكلم مصطح، وتكلم منافقين. أقام النبي عليه الصلاة والسلام حد القتل، لأنه ده إلا ب4 شهور، 4 شهور. زينب ما تكلمت. الرسول لم سأل زينب عن عائشة رضي الله عنها، جاء يسألها، خلاص لقت فيها فرصة، لو قالت أي كلام ممكن يأخذ بكلامه. قال لها ماذا تعرفين عن عائشة؟ قالت له أحمي سمعي وأحمي بصري، ما علمت عنها إلا خيرا. متزوج فيها وضرات اللي تنسوا، أخوتها وقفت معاها وطعنت. ده كله من أجل إنقاص عائشة في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالت لها أم رمان أنه ما من امرأة لها حظ عند زوجها إلا وحسدت ونفس الناس عليها. يا سلام. قالت ما علمت عنها إلا خيرا، غير أنها تنام على عجين أهلها فيأكله الداجن بس، لكن ما فيها على خير. وإنما هي زوجك يا رسول الله، ما تسمع فيها. يا أخي دين قدر ده. وختل ما ضره اتكلمت، هي أبت تتكلم. قالت عائشة وأما حمنة فقد كانت لموقع زينب مني، تكلمت مع من تكلم وخاضت مع من خاض. وأما زينب فقد منعها دينها. النساء عندهم دين ما تقول مشاكل أصلا. منعها دينها من أن تتكلم فيه. الله بيسألها يوم أي كلمة، الله بيسألك يوم القيامة
يقول الكلام ده جد ولا ما جد؟ ولذلك فعلا هذا من الإشكالات.